يا وجع الطرق والكباري اسمع كده. ان اللعب في المكسيك في النادي اللي يدربه اوسوريو ده مجرد كوبري، ويتلسع من الكوبري ياخد باله من بقيه الكباري، مجرد كوبري عشان يروح النادي الاهلي. في كلام طلع من النادي الاهلي بينفي هذا الموضوع، لكن بقول لحضراتكم اكتشفت اداره نادي الزمالك ان النادي المكسيكي ده كوبري من الكباري، زي كوبري الدنمارك، زي كوبري البرتغال، كهربا وامام عاشور. فالزمالك كان حريص جدا انه يبلغ، وحسام عبد المجيد كمان، مش بلغ حسام عبد المجيد برفض العروض، ده كمان ابلغ الكابتن حسين لبيب حسام عبد المجيد بتمديد عقده وتعديل عقده مع نادي الزمالك لرفع قيمته الماليه بما ده عبد يتناسب مع الشافي قدراته. صادق، المفروض ان هو زملكاوي اصلا، ولكن هو عبد الشافي الغير صادق اطلاقا. ده من هزازين الرؤوس في المجلس اداره نادي الزمالك القديم. لكن تعالى كده، اول حاجه اللاعب اللي عايز يخرج من نادي الزمالك او اللاعب اللي عايز يعلي الراتب بتاعه في نادي الزمالك، اول حاجه بيفكر فيها بيقول لك ان في عرض جاي لي من نيوزيلندا مثلا، من المكسيك، اي بلد كده. وفي الاخر خلص اداره نادي الزمالك يقول لك احنا اكتشفنا الكوبري ده رايح كوبري للنادي الاهلي. اول حاجه يفكروا فيها يرفعوا عقد اللاعب او يرفعوا الراتب بتاع اللاعب، واللاعب كده بيكون وصل اللي هو عايزه، حتى لو كان اللاعب ده يعني مش متالق ولا حاجه، وان سعره العادي ويمكن بياخد افضل من غيره. لكن برضه لازم الموضوع كده ما ينفعش، لازم ما يعديش كوبري للنادي الاهلي. ولكن النادي الاهلي اللي دخل في كوبري لا لحسام عبد المجيد ولا لغيره. لكن واضح ان الكباري القديمه بتاعت النادي الاهلي معلمه جدا على اداره نادي الزمالك في الوقت الحالي، وله في ذلك حكم.